افضل لاعب وسط خارج الاهلي وبيراميدز، صفقه قويه جدا. لاعب بوكس تو بوكس زي ما الكتاب ما بيقول، لاعب دريبل عالي جدا بالكوره وبيقدر يطلع من التلت الاخير للتلت الامامي بكل سهوله، وكمان لاعب شويط ورجله حلوه على المرمى. لاعب شبيه جدا لامكانيات امام عاشور، حتى بص كده وكده. عمر الساعي المانجا صفقة الأهلي الجديدة. هنعرفك أكتر باللاعب وبعدين هنكلمك عن مزاياه وعيوبه. عمر الساعي من ناشئين الأهلي، أيوة والله زي ما سمعت كده، ولكن نادي إسماعيلي خد اللاعب برضه وهو لسه في الناشئين وضمه لقطاع الناشئين بتاع النادي الإسماعيلي، ولعب فريق أول موسم 2021 وكان عنده 18 سنة وهو حاليا عنده 21 سنة. صفقة أصر عليها الأهلي بشكل كبير للحد الآخر ودفع فيها ما يقارب ل 50 مليون جنيه مصري، لدرجة لما اتسأل عليه عرض القيعي عن اللاعب من شهر قال لك أتمنى بعد أسبوعين يكون لاعب في الأهلي. تخيل معايا لأي درجة الأهلي كان بيتمنى الصفقة دي، لما واحد زي عادل القيعي بيكون مخلص في الصفقة أساسا ولما يتسأل عليها ينكرها، ولكن مع الساعي كان متحمس جدا. عمر الساعي لاعب وسط ملعب مميز جدا، بيلعب في مركز 8 ومركز 6، وبصراحة بيعمل توازن بين الدفاع والهجوم بشكل عالمي، ويعتبر يتفوق على إمام عاشور في التوازن بين الدفاع والهجوم. وبصراحة هو أفضل لاعب مركز 8 خارج الأهلي وبيراميدز، ده غير إنه لسه عنده 21 سنة وعنده هامش عظيم للتطور. ومع الأهلي الأمور بتكون مختلفة، يعني أرقامه دي مع الإسماعيلي اللي هقولها لك كمان شوية قدام مع الأهلي ممكن تكون أضعاف. ومثال بسيط على الكلام ده محمد عبد المنعم، أفضل لاعب في أفريقيا بالخروج بالكرة، مع فيوتشر كان نسبة الخروج والقدرات الفنية للخروج بالكرة كان أيمن أشرف وياسر إبراهيم أعلى منه في النسبة، وده يأكد لك إن موهبته مع الأهلي هتنفجر أكتر وهتظهر إمكانياته في ظل كمان وجود جودة فريق قوي جدا حواليه من أسماء لاعبين. عمر الساعي لاعب بوكس تو بوكس زي ما الكتاب ما بيقول، عنده رؤية ممتازة ولاعب مسدد رائع جدا وسجل أهداف عالمية ومميزة، وكمان صاحب لمسة فنية. يعني من الآخر كده لاعب كورة مش موظف، لا لاعب يقدر يمتعك بالكورة، أقرب لاعب ستايل كده لإمام عاشور. فهو لاعب بيعمل الشورت باص بشكل مميز، لونج باص برضه بشكل مميز. أفضل لاعبي مصر في الجري بالكرة، الجري التقدمي بالكرة، يعني يقدر يستلم من التلت الأخير للملعب من قلب الدفاع بتاعه ويطلع بالكرة للتلت الأمامي ويسلمها للمهاجمين. لاعب بيتحرك بالكرة بشكل مميز، كمان لاعب رقميا مميز جدا، فهو مساهم في 8 أهداف، سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف طوال الموسم الأخير ليه مع الإسماعيلي، ودول تقريبا نفس عدد مساهمات إمام عاشور في الدوري مع الأهلي. فلك أن تتخيل لو في نفس ظروف وأجواء إمام ممكن يعمل إيه ويقدم إيه. الساعي سدد في الموسم 48 تسديدة، منهم 21 تسديدة على المرمى، معدل مميز جدا. لا وكمان لاعب في نادي بحجم الإسماعيلي، نادي كله ضغوطات من الجماهير بسبب وضع النادي مؤخرا، ودي ميزة إضافية لأنه متعود على اللعب تحت ضغوطات كبيرة كمان. فتخيل معايا عزيزي ثنائية إمام والساعي هتبقى عاملة إزاي، أو الساعي يبقى معاك حتى بديل عظيم في حالة التعاقد مع بن رمضان. لأن سلبية الساعي بقى في إنه لاعب مستواه بيقع جدا، ما بيقدرش يشارك أو يتوظف في مركز الجناح، يعني لما بيشارك كوينج مستواه بيتغير 180 درجة، عكس مثلا إمام وبن رمضان اللي بيقدروا يلعبوا أكتر في المركز ده. ولكنها ما تعتبرش سلبية لأنك أنت جايبه كلاعب وسط وليس كجناح. لكن في النهاية الساعي صفقة للمستقبل ولاعب عظيم جدا، يقدر يعمل ويصنع تاريخ عظيم مع النادي الأهلي لأنه لسه زي ما قلنا 21 سنة بس. بالتوفيق للمانجا مع الأهلي. وبس كده، دي كانت نهاية حلقتنا عن عمر الساعي صفقة الأهلي الجديدة. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش لايك شير تشترك في القناة، واللي جاي كتير.